السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبه لكم وصفة سهلة ولذيذة وكمان موفرة جدا. النهاردة هنعمل مع بعض ربع كيلو من البانيه، ان شاء الله هنخليه يضاعف الكمية ويدينا كيلو واكتر كمان، علشان المدارس عايزين على قد ما نقدر ان احنا نعمل اكلات مفيدة وفي نفس الوقت تكون اقتصادية وعلى قد ايدينا. ودلوقتي يلا بينا يا حبايبي هقول لكم على الطريقه. انا هنا جايبه حبيتين بس من البطاطس، جايبه بطاطسيتين كده زي ما انتوا شايفين، بطاطس عاديه قشرتهم وغسلتهم كده، مش مسلوقه ولا اي حاجه. طبعا في ناس بتحط بطاطس مسلوقه وفي ناس بتعمل بالمكرونه، يعني ليها كذا طريقه، وطبعا ولا طريقه من دول غلط، كلهم صح، بس كل واحد بيعمل الحاجه اللي هو شايفها مناسبه ليه. انا هنا جبت البطاطس نية اهي زي ما انتوا شايفين، قطعتها مكعبات وحطيتها في الكبة بالشكل ده. وهقطع كمان البانيه برضو مكعبات صغيرة عشان يساعدني في الضرب، وهحطه برضو على البطاطس علشان يتضربوا مع بعض. انا عايزاهم يتفرموا ناعم، عايزة في الاخر يدوني عجينة طرية وناعمة علشان اقدر اشكلها براحتي وما تضايقنيش، ما يبقاش فيها كلكعة ولا اي حاجة. عايزاها عجينة ناعمة ومطحونة كويس. وهحط كمان معاهم ايه؟ هحط معاهم كيس من الفيجيتار، بيدي طعم لذيذ قوي للبانيه بتاعنا. وهبدأ بقى ان انا اطحنهم كده مع بعض، مش هحط اي حاجة تانية، هما بس الفيجيتار والبطاطس والبانيه اطحنهم مع بعض كويس في الكبه بالشكل ده. ولو ما عندكيش كبه حبيبتي مش مشكله، مفيش اي مشاكل يا جماعه، يعني احنا هنتصرف باي حاجه، اي حاجه موجوده في البيت هنتصرف ان شاء الله ومفيش حاجه هتعطلنا. ممكن تفرمي الفراخ الاول في المطحنه بتاعه الخلاط، وبعد كده تنزلي بالعجينه بتاعتك، وبعدين تعملي البطاطس بنفس الطريقه. يعني عادي مفيش اي حاجه هتوقفك ان شاء الله، كله سهل وبسيط وموجود في البيت. انا طحنت اهو، اتفرم كده معايا ناعم اهو، البطاطس والفراخ بتاعتي اتفرموا ناعم زي ما انت شايفه كده. وهبدا بقى ايه؟ احط عليها التوابل. التوابل بقى بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن ملح وفلفل اسود، وكل ده معلقه صغيره من كل حاجه، معلقه صغيره. وخلي بالكم عشان الملح ما يزيدش معاكم. هحط ملح وفلفل اسود وكاري وشويه من البابريكا عشان خاطر تديني لون حلو. وهحط كمان مكعب ماجي، مكعب فراخ طبعا. وهحط توم باودر وبصل باودر، بس مش اكتر من كده. ولو لقيتها طريه معايا هحط لها معلقه من البقسماط علشان تبقى متماسكه معايا. لو لقيتها معايا العجينه طريه، يعني لو لقيتها طريه معايا هحط، انا بالنسبه لي كانت طريه فحطيت لها معلقه كبيره من البقسماط، فاتمسكت معايا وبقت ايه؟ قوامها كويس. هاجي بقى هنا يا جماعه، حطيت بيضتين في طبق، وهحط عليهم كمان كده معلقه من اللبن. لو عندك لبن ماشي، ما عندكيش مفيش مشكله، حطي ميه. وهحط شويه ملح وفلفل على البيض، وهبدأ بقى اضربهم كده مع بعض. والطبق التاني دوت انا جايبه كريسبي من عند العطار، انا جبت بصراحه شويه ايه ب5 جنيه بس، صدقوني ب5 جنيه مش كتير، يعني هي موضوع ما كلفناش كتير، ب5 جنيه اداني كميه كبيره. طبعا هو بيبقى جاي خشن، حبه تطحنيه اطحنيه، حبه تخليه كده خشن زي فراخ كنتاكي كده الولاد يفرحوا بيه، تمام مفيش اي مشكله. وحطيت عليه معلقتين من البقسماط وكمان كيس فيجيتار تاني حراق، انا حطيت فيجيتار على الكريسبي بالشكل ده، وقلبتهم كلهم مع بعض تمام كده يا حبايبي. والطبق التاني في البيض، فهبدأ بقى ان انا اشكل. وهنا جبت طبعا طبق وحطيت عليه كيس من التلاجة كده، قطعته وفردته وحطيته على الطبق علشان لما اشكل هنزل ايه؟ ارص في الطبق بتاعي ده. هبدأ بقى اشكل، وبعد ما اشكل العجينة في ايديا هقوم نازلة على البيض، بعد البيض هروح نازلة على الكريسبي والبقسماط بتاعي، وهفضل بقى اعمل كده لحد ما اخلص كل الكمية. شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. تصدقي بقى ان كل الكميه دي من ربع كيلو بس؟ ده كمان في صف تحت اهو، ده انا عاملاهم كده ايه؟ سطرين فوق بعض، شايفين؟
في تحت كمان اهو. بسم الله ما شاء الله الكميه تضاعفت معايا. هعمل بقى ايه؟ هحط كيس كمان كده من فوق، يعني تحطي ايه ما بين ده وده، الصف اللي فوق والصف اللي تحت تحطي ما بينهم كيس، وكمان لما تخلصي الكميه اللي فوق تحطي كيس، وبعد كده تحطيها في التلاجة 10 دقايق ربع ساعه. لو مستعجله ممكن تحطيها في الفريزر، وبعد كده تطلعيها وتبدأي بقى تحمري. شايفين انا طلعتها اهو من التلاجة وهبدأ بقى احمرها. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان نتواصل مع بعض ويوصلكم كل وصفاتي. فين بقى اللايك؟ اللايك بتاع ام يوسف فين؟ هنا بقى حطيت طاسة على النار وحطيت عليها شوية من الزيت، مرضتش اكتر زيت، حطيت بس شوية على قد البانيه بتاعي بالطريقة دي. ومش هاجي جنبها بقى الا لما تتحمر، يعني انا حطيت البانيه في الزيت ومش هاجي جنبها الا لما احس ان هي بدأت تلون من تحت. هو متماسك معايا ولا اتقطع ولا اي حاجة، لان معلقة البقسماط اللي انا حطيتها خليته متماسك معايا، وكمان الحركة بتاعت التلاجة دي بتخليه يتماسك اكتر. وهقلب بقى كده حبايبي. شايفين لونه حلو ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللون بتاعه حلو قوي، وكمان طعمه يا جماعة خطير. الطعم خطير خطير، يعني اللي هيدوق منه مش هيصدق ان احنا حاطين بطاطس اصلا. البطاطس مش باينة خالص فيه. وهطلع بقى كده اللي خلص معايا، هطلعه طبعا على مناديل مطبخ في طبق تاني بالشكل ده، وهبدأ بقى اكمل بقية الكمية بتاعتي. وصفة سهلة ولذيذة، وكمان موفرة جدا جدا، حلوة للمدارس وحلوة للبيت، هتوفر معاكي كتير وهترمي معاكي كميات. وده اللي احنا محتاجينه الفترة الجاية، ان احنا نعمل اكلات موفرة وترمي معانا كتير، علشان طبعا المدارس والولاد والسندوتشات وراجعين من المدرسة وعايزين يتغدوا، عشان كل الحاجات دي. وهبدأ بقى اخلص كل الكمية وارصها في طبق بالشكل ده. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بتمنى بقى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وافادتكم. اللي عجبه بقى الفيديو يقول لي في التعليقات ايه رأيه، ويعمل لايك ويشترك في القناة علشان يوصله كل وصفاتي. وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.